السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعالي شوفوا خالتكم أم أحمد عملت الغدا إيه النهاردة. جبت طبعا بصلتين، هما دول مش اتنين بصراحة، دول يمكن 3 بصلات. قطعتهم كويس بالسكينة مش هنعملهم بالمخرطة لأن دي مكرونة بطماطم. جيت عاملاهم بالسكينة، حطيتهم على البوتاجاز، فضلت وراهم لغاية ما حمروا اللحمة برضو المفرومة. حطيت لها حبة زيت ذرة، حبة سمنة، قعدت اقلب فيها كده واحدة واحدة لغاية ما خدت اللون اللي انا عاوزاه، اللي هو ايه المحمر ده شوية. خلاص جيت جاية عاد ايه قلبهم على بعض وقلبتهم كويس. شايفينها لسه هقلبهم معلهش بالي طول شوية. بسم الله، ما يلا يا ام احمد لك ساعة مش عارفة ما اعمل ايه والله يا جماعتين. المهم بقى ايه هقلبهم ماشي. شايفين بالي الطويل ايه يبقى كنت اما اجيب حتة الملح بس اقلبهم كويس ماشي. ونيجي ايه بقى عاد راكنينهم على جنب، نعملهم بص يعني نقلبهم 10 دقايق عشان الطعم يبقى حلو كده. هنيجي جايبين المكرونة، انا جبت كيلو مكرونة، جيت حاطة المية. اول ما نملت جيت عاملة ايه، جيت حاطة المكرونة برضو. اول ما حطيتها ما تسيبهاش ايدك فيها قد 3 دقايق وانت ما تقلبي فيها، وقبل ما تطيب ب5 دقايق. هي هتاخد معاكي كده يعني قولي 7 دقايق، نطفي عليها تاخد 5 دقايق. بعد كده نجي مزودينها ايه بالمية الساقعة عشان تبقى معاكي بالواحدة مفلفلة. هنا هنعمل الصلصة بتاعتي المكرونة. هنجيب مرقاية، حبة زنجبيل، حبة الدقة بتاعت الكشري برضو، توم، ملح، وهنقلب كويس. الدقة بتاعت الكشري لما تشتريها من عند العطارة اما تدي طعم رهيب فوق الخيال ماشي. ونحط حبة ملح ونطش بالطماطم ونجي ايه مسبكينها كويس، ونجي ايه راكنينها ايه على جنب. مش راضية اكب مرة واحدة عشان ما يفضفضش ايه عليا ماشي. وهنيجي جايبين صينية كبيرة نحط عليها المكرونة. بعد كده هنجي حاطين حبة صلصة كده حوالين داير. بعد كده لحمة زي انتم ما شايفين، ونشكلها بشكل حلو كده. وكلي احلى مكرونة. ده انا دلوقتي هفطر بيها مش هتغدى كمان، فطار وغدا وعشاء. ولو عندك عزومة تعمليها تحطها على السفرة وتقدميها لضيوف.